السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هنعمل كيكة الشوكولاتة. جميلة هشة خفيفة مستوية. طعم ايه وجمال ايه، بسم الله ما شاء الله. كيكة الشوكولاتة حاجة جميلة جدا، وصفة جميلة جدا، يا ريت تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة. مطبخي مطبخ هنا عبده، وصفحتي على الفيسبوك مطبخ هنا عبده، تنوروني يا حبايبي. مقادير بسيطة جدا، حاجة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقادير معايا يا حباب قلبي. حطينا كوبايتين من اللبن. تمام. أنا عاملة كمية كبيرة وعاملة صينية كبيرة. كوبايتين من اللبن. مش تنسوا اللايك للفيديو يا حبايبي، عشان اللايك بيرفع الفيديو. حبايبي باخواتي بره مصر وجوه مصر، انا بحبكم في الله. حطوا اللايك للفيديو كده يا عسل، وقولي لي رايك ايه في الوصفه الحلوه دي يا حبيبه قلبي وحبايب قلبي كلكم. بصوا بقى، حطينا في الخلاط بنفس مقدار الكوبايه اللي هعاير بها اللبن، هي اللي هعاير بها الزيت، هي اللي هعاير بها السكر، هي اللي هعاير بها كل حاجه. حطينا في شفشق الخلاط كوبايتين من اللبن، كوبايه ونص من الزيت. تمام، خلوا بالكم من المقادير صح. كوبايتين من اللبن، كوبايه ونص من الزيت، كوبايتين سكر. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف يا حبايبي. كوبايتين من اللبن، كوبايه ونص من الزيت، كوبايتين سكر، وستة من البيض. تمام. بس انا بكسر بقى كل بيضه لوحديها. في بيض بيبقى ساعات احنا في الصيف بقى، وساعات البيض بيجي بايظ، فانتوا بصوا واحده بواحده في الطبق كده، وهتضيفوها في الخلاط. ليه بقى؟ لان بيبقى في بيض بايظ ده ممكن اعمل في شفشق الخلاط على طول. بس الحركه دي لو في حاجه بايظه هعرفها على طول، هستبعدها خالص. تمام. احنا هنا حطينا 6 بيضات في الخلاط، كوبايتين من اللبن، كوبايه ونص من الزيت، كوبايتين سكر، و6 بيضات. وحطينا 4 ظروفها من الفانيليا عشان زفرت البيض، طالما في بيض يبقى في فانيليا. تمام. وهنضرب ده كله مع بعضه في الخلاط. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك لو وصلتوا لحد هنا. صلوا على الحبيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. وحطينا في الشفشة زي ما انتوا شفتوا كده، وهنضرب بالحاجات دي كلها، كل المكونات اللي هي السايلة مع بعضيها. تمام. الطريقة دي هتعجبكم جدا، طريقة ناجحة بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. زي ما انتوا شفتوا كده، انا بعاير بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر. بصوا حتى الكوباية مكان اللبن فيها سكر، فانا بعاير بكوبايه واحده علشان يبقى المقدار مظبوط، الحلا مظبوط، والطعم والقوام مظبوط. تمام. صلوا على النبي بقى وحطوا اللايك اهو. بنفس مقدار اللي انا عايرت بيه كل حاجه، كوبايه واحده بس اللي عايرت بيها كل حاجه اهو يا حبايب قلبي. وهنضرب ده كله في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. تمام. كل المقادير اللي هي السايله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صل على الحبيب قلبك يطيب. كيكة الشوكولاتة العسل دي هنضرب الخليط ده حوالي 3 دقايق في الخلاط كده لحد ما يندمج كل حاجة. وحطينا كمان معلقة صغيرة من الخل، معلقة شاي صغيرة خل. الخل دي بيساعد على هشاشة الكيكة كده وخليها حلوة. انا حطيت ربع معلقه من الخل، وحطيت في الدقيق رشه ملح. حلو وملح، لا حلو حادق، ايوه حلو حادق، لازم رشه. الملح ده بيبقى سنه. يعني حطيت حبه صغيرين كده بين صوابعي، صغيرين خالص لا يذكروا. هو الحاجه دي بتقول عليها سنه، ونحط في كيكه ساعات كنا بنحط والله في الرز بلبن ملح. في الرز بلبن، مش الرز بلبن الحادق اللي هو مش الحادق، لا الحلو. كنا بنحط شويه ملح صغيرين بين صوابعنا كده في الحلو برضك. تمام. وهنضرب ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهوت يطلع معانا. هوريكم القوام بتاعه دلوقتي بعد ما يتعجن. صلوا على النبي كده واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله محمد رسول الله. حطينا بعد ما ضربنا الخليط في الخلاط، حطيناه في العجان كده. معانا بقى كمان كيس ونص من كيك شيف. والدقيق، مقدار الدقيق 3 كوبايات دقيق. انا ماشيه معاكم، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. الدقيق 3 كوبايات بنفس الكوبايه اللي عايرتي بها المواد اللي هي السايله، المواد السايله اللبن والحاجه، هي نفس الكوبايه اللي انا عايرتي بها الدقيق. 3 كوبايات من اللي هو المج بتاع الشاي ده. 3 كوبايات دقيق، عليهم كيك شيف كيس ونص، وعليهم رشه ملح. عشان احنا عايزينها بقى كيكه الشوكولاته، حطينا 4 معالق من الكاكاو الخام اللي هو مش محلى.
حطينا 4 معالق من الكاكاو الخام على الدقيق مع البيكنج باودر، وهننخل كل مكونات الجافة دي مع بعضيها. تمام. تمام، صلوا على الحبيب. اهم حاجة، اهم من الشيء ظبط الشيء. احنا لو ظبطنا الحاجة بمقادير صح تطلع معانا الحاجة زي الفل والله. وما تقلقوش، والله ثقة في الله، يعني ان الكيكة دي طلعت جميلة جدا والله. الحمد لله، هذا من فضل ربي. لو انتوا بتعملوا حاجه كده من غير مقادير، الحاجه من غير مقادير ما تنفعش. في ناس بتاخد الحاجه كده تقول بالبركه، ان انا اعمل الحاجه بالبركه، بركه ربنا. بس ساعات بتبقى اهي الحاجه مش مظبطه طالما مش بالمقادير. وهنخل كل الدقيق ده مع بعضه مع الكاكاو مع كله، علشان الكاكاو بيكون فيه يعني كتل كده، او الدقيق نفرغ الهواء كمان اللي فيه. وهنيجي نضيفه على الكيك، على المواد السائله. مش هنضيفه كله عشان ما يهبطش الهواء اللي احنا عبيناه جوه الخلاط. تمام. تبقى فراغات بينها فراغات كده، وتبقى حلوه كده وطالعه هشه وخفيفه ومستويه. وهنضيف الدقيق معلقتين او ثلاثه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تمام. لا حطيت ميه تاني ولا حطيت دقيق تاني، والمقدار اللي انا عاملاه مظبوط ب3 كوبايات دقيق زي العسل. اه. حابين تغمقوها شويه، بس انا دي وصفتي، انا عملتها كده وزي العسل. يعني حابين تزودوا معلقه كاكاو ماشي، 5 معالق كاكاو بدل 4. ومعانا ماده دهنيه، دهنت الصينيه وحطيتها في الصينيه. الصينيه مقاس 30. تمام. الصينيه مقاس 30. جميل، يعني صينيه بتكون كبيره. وحطينا في الخلاط بقى صوص الشوكولاته، نص كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر. كاكاو نص كوبايه، لبن نص كوبايه، سكر نص كوبايه. الحاجات دي كلها نص 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 كده. تمام. عشان الكاكاو خام. وهنضرب ده كله مع بعضه. الكاكاو اللي هو الكاكاو اللي هو الخام يا حبايبي. انا عملت صوص الشوكولاته اهو بالكاكاو الخام. نص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه كاكاو. تمام. او حوالي 4 معالق. وبعد كده ضربناه، وبعد كده ما خرجت استوت قطعتها قطع كده. لازم اقطعها واحط صوص الشوكولاته عليها كده، تطلع في الاخر معانا. هتشوفوها دلوقتي قوام وهشه وخفيفه ومستويه، وبسم الله ما شاء الله. حاجه كده. يا ريت لو وصلت لحد هنا تحط اللايك للفيديو، تشتركوا بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات علشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم. حبايبي بره مصر وجوه مصر، انا بحبكم في الله. تعالوا بقى نجيب حتتين كده في قلب الطبق ونشوفها عامله ازاي. بصوا بقى كده القطعه. ده قطعه جاتوه، دي جاتوه، مش كيكه شوكولاته. ده بصوا عسل، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفينها. انا بشيل كده عشان اقطعها معاكم كده. بصوا في الاخر قوام عسل، وبصوا اللهم صل على النبي. ده قطع جاتوه.